عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اسالك بس على حاجه لو سمحتي. اتفضلي. دلوقتي انا معايا طفل واحد. علي صوتك بس. ماشي. انا معايا طفل واحد. انا ايه؟ معايا طفل واحد؟ معايا وربنا كرمني بواد كمان. عاش معايا شهرين و20 يوم ومات. ربنا ايه؟ عاش معايا شهرين و20 يوم ومات. ماشي. ربنا رزقنا بعد فتره بطفل تاني، وانا حامل في الشهر الرابع. الدكتوره قالت لي ده لازم ينزل. تمام. ماشي. قلت لها طب ليه يا دكتوره؟ قالت لي العظمه بتاعت دماغ الولد مش موجوده. تمام. لازم الولد ينزل. انا دلوقتي نزلته بامر كان 3 دكتور. هو الصوت مش واضح عندي. هو الصوت عموما مش واضح، احنا مش سامعين كويس قوي، بس اللي فهمته ان انت عندك ولد وبعد كده خلفتي، والبيبي اول ما اتولد مات، وبعد كده حملتي في الشهر الرابع والدكتوره قالت لك لازم ينزل عشان عنده مشكله في عظمه جمجمه الراس. بس ايه بقى السؤال؟ انا دلوقتي سمعت فتوى في الراديو. في واحد برضه اتصل بالشيخ قال له ده مراتي عندها عيب خلقي في العيل، والدكتور قال لها لازم ينزل. قال له ده لا، ده لازم العيل ياخد تكمله بطن امه كامله وبعدين يعني انت سؤالك دلوقتي للشيخ ان انت هل اللي بتسالي على اللي هو النزول، انك انت نزلتي البيبي صح كده؟ حلال ولا لا؟ الدكتوره قالت لي هي بنسبه 50% عيل هيموت في بطنك يا ساعه ما يتولد هيموت. تمام. ماشي يا حبيبتي. هي دلوقتي سؤالها ان هي لما كانت حامل في الشهر الرابع فالدكتوره قالت لها ان الطفل عنده في عظمه في الجمجمه مش مكتمله، فان هو كده كده هيموت في بطنك، ولو حتى الحمل كمل اول ما هتولديه هيكون هيموت، فلازم ننزله دلوقتي. وهي كانت في الشهر الرابع فنزلته، فهي بس خايفه يعني فبتسال. طيب، هو اولا الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. تفاصيل الموضوع احنا مش عارفين برضو تفاصيل الموضوع ماشي ازاي، لكن هل من حق الطبيب ان هو يقول احنا ننزل الطفل ده عشان هو ممكن يموت او مش ممكن يموت؟ هنا بنيجي بقى نسأل في الناحية الشرعية. الشرع بيقول في المسألة دي مش من حق الطبيب ان هو يقول اجهضي او لا تجهضي الا في حالة واحدة بس. الحالة الواحدة الا اذا كان في ضرر محقق على الام، وحتى بعض علمائنا او علمائنا رحمهم الله قالوا لابد من طبيبين عدلين، وحطوا شروط في المسألة دي، وتتفق الكلمة بتاعتهم على ان لا ده في ضرر محقق، لان ممكن يكون كلام الطبيب ده في النهايه هو ظني، مش ممكن ما يكونش يعني يقيني 100%. وبالتالي ادام ده حصل، خلينا نقول يعني ادام ده حصل، لو كان حتى في اثم فالاثم على الطبيبه مش عليكي انت، لكن انت الاصل المفروض تسالي. طب هو لو كان في نطاق ال4 شهور وما إلى ذلك وده حصل اللي حصل يعني، فإحنا الأصل يا إخوانا لما نيجي نعمل حاجة نسأل قبل ما نعمل. ما ينفعش اللي أنا أعمل وبعدين أسأل. الأصل اللي أنا طب أصل الطفل ممكن هيبقى مشوه، خلاص هذا خلق الله، لكن هل هو في ضرر محقق ولا ما فيش ضرر محقق؟ ده اللي إحنا نقعد على الأم، على الأصل ده اللي إحنا بنتكلم فيه. لكن على أي حال أدام إحنا مش عارفين تفاصيل الموضوع إيه وأبعاد الموضوع، فخلاص اللي حصل حصل، ونستغفر ربنا ونسأل ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوبة وبالذرية الصالحة. لكن قبل ما ناخد أي خطوة نسأل فيها، خاصة في مسائل الإجهاض، لأن دي مسائل خطيرة جدا يا جماعة نسأل فيها. وإحنا الحمد لله إحنا عندنا بفضل الله عز وجل سواء في المؤسسات الدينية، الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، والأرقام متوافرة بفضل الله عز وجل، وهم كفونا لهذه المؤونة، اللي أنا ممكن أرفع سماعة التليفون وأحكي التفاصيل وأقول والله المسألة، وبعدين بناخد الفتوى صحيحة. لكن مسألة اللي أنا أغلط أو أعمل الحاجة يعني وبعدين أسأل فيها، هذا يعني خلاص يعني يعني وماذا يفيد بعد ذلك؟ يعني إيه اللي هيفيد لما نندم مثلا ولا نبكي؟ على أي حال احنا نستغفر ربنا، وتكون ده عظة لينا بقى، اللي احنا نحاول بقدر الإمكان لا نخطو خطوة
إلا بعلم. ولذلك سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني أنا ما بمشيش خطوة إلا بدليل، فده يا ريت يكون هذا هو الإيه؟ هو الأفضل والأكمل. يعني انتبهي لأولادك وأحسني التربية، وربنا ينبتهم نباتا حسنا يا رب.